السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم انا جيت اليوم نهضر في واحد الفيديو اللي هو نهضر فيه بعجاله. المهم واحد الفيديو اللي انتشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، الا وهو واحد الزوج والزوجه ديالو في عراك امام المحكمه، ومشاكل الزوجيه والمنابر الاعلاميه وبزاف ديال الحوايج اللي خلت الراي العام انه بقى يعني النص كيتعاطف مع الزوج والنص كيتعاطف مع الزوجه، ولكن العلم لله شنو داير بيناتهم. بغيت نهضر في هذا الموضوع من واحد الناحيه اللي هي بحكم التجربه وبحكم يعني الانسان كيفاش كيكون مع الزوجه ديالو في الاول وكيفاش هذاك، فكتجبر مشكل بسيط كيتحول الى صراع وكينوضوا مشاكل بين الزوج والزوجه داخل المنزل. ولكن الخطا الكبير اللي عملوه هو انهم خرجوا للعلن، خرجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو الخطا الكبير، واللي علاش خلاني نهضر هو ديك الطفل الصغير او الولدم اللي كيحس بواحد شنقول لكم يعني عقده نفسيه غادي تطلع فيه، لان باش تشوف سينا يماك وباباك عبر المنابر الاعلاميه شنو غادي تعمل مع صحابك، شنو غادي تعمل مع الدراري المدرسه، شنو غادي تعمل. يعني هاد الامر هذا ما كيفكروش فيه هاد الازواج هادو. ف غنتصنتون واحد اتجاه يدخل عنده الحق، غنتصنتوا اتجاه ثاني يدخل عنده الحق، كلشي كيقول عنده الحق، لان لا يمكن ان شي واحد غلط واجبرهم جوجهم عندهم الحق. ما كيتفاهموش، يعني سوء تفاهم هنا. خصو يكون واحد الصلح بيناتهم. وهاد مدونات الاسره اللي فهموها بعض الناس خاطئ، اللي كيفكروا بالنفقه وكذا وما نعرفش شنو، فهادشي هذا راه كيأثر على الحياه الزوجيه، وعليها بدينا كنشوفوا حالات الطلاق بكثره هاد الايام، لان الصبر ما بقاش. فالحياه الزوجيه الانسان اللي خصو يتزوج وخصو يستقر في الحياه ديالو، خصو يفكر في واحد الحاجه، هو انه نهار اللي غادي يتزوج ما يفكرش في الطلاق. صافي غيدخل واحد الميدان. يعني هنا كتبقى ديك النقطه ديال انك طيح الكور وهي طيح الكور. فلا يعقل ان هذا يبان على هذا، ولا انا عندي الحق ويا خرج تقول عندي الحق. ما عمر ما غادي تلاقاو السلوك. دائما المراه خصها تحترم الراجل لان راجل. ثاني حاجه، انا شفت بعض الفيديوهات ديالها في بعض المنابر الاعلاميه اللي خرجت كتقول بانها هي اللي كتصرف لولدها وهو ما كيصرفش. فهذا بحد ذاته يعني تحطيم من هذا الشخص. كيف شنو يقولوا عليه الناس مثلا لا يسمعوا هذه الهضره هذه؟ شنو يقولوا عليه الناس؟ يعني السيد ما خدامش، ما كيصرفش، ما موقتش بولادو. علاش مجوجه بك؟ علاش كنتي مجوجه به في الاول؟ علاش ملتي مع الواول؟ يعني تقدر يكون خدام وقالوا شي مشكل وقالوا شي حاجه وتينا خرجتي تعاونتي معاه، هنا غادي تخرج من المنابر الاعلاميه وتقول الراجل ديالي ما خدامش. كذلك هو عاوتاني خصو شوف هادشي كامل. انا الموضوع ديالي ماشي هو انني غادي نهاجم فلان ولا فلانه ولا نهاجم شي واحد، وانما كنهضر انا في الوسط، وكنهضر فقط لا واحد الموضوع اللي هو خرج على السياق ديالو. فلا يعقل ان هاد الازواج هادو يخرجوا في منابر اعلاميه. يعني شوها، يعني الانترنت جات كتشوه صراحه الله، المواقع جات كتشوه، يعني كتعاود كتحكي المشاكل ديالك للعالم كامل. يعني كتحكي، يعني كتبغي تبين بان تينا ولا هو ولا هي كيبغي كل واحد كيبين راسو بانه هو اللي عنده الصح، مع العلم ان داكشي اللي بيناتهم لا يعلمه الا الله. الطريقه هذه ديال الخروج عبر المنابر الاعلاميه خصوصا الازواج راه واحد الامر خطير جدا، خصو الانسان يتفاداه. راه رعايه ديك الاطفال الصغار وديك الاطفال اللي كيكونوا يعني عايشين مع الاب. لان شوف الطفل كيبقى كيبغي باباه وكيبغي يماه، يعني ما يبغيش شي واحد طرف ولا واحد الطرف الثاني. يعني سواء اذا كان شي طرف اخر كيتعنف عليه بواحد القسوه بواحد هذاك، فاكيد ما يكون كاين الطرف الثاني. فدائما كيكون يعني كيتسمى هذيك باباه وهذيك يماه. فلا يعقل ان مثلا نشوفوا بحال الظواهر هذه اللي كثرت بزاف هذه الايام. والرساله ديالي هي ان الانسان المتزوج وخصوصا الزوجات والازواج دائما يحاولوا يتفادوا المشاكل، يتفادوا سوء الفهم، يتفادوا بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تطيحهم في هذا المشكل هذا وفي هذه الواقعه هذه اللي وقعت عبر السوشيال ميديا، واللي كنشوفوا يعني وصلت لواحد الارقام خياليه من خلال المشاهدات. لان بنادم ديالنا كيعجبو هادشي هذا وكيعجبو يتفرج في هادشي هذا. فلا يعقل، يعني رأفة بديك الاطفال الصغار. تحياتي.